في يوم حر جدا من أغسطس سنة 1967 كان مجلس الوزراء منعقد كعادته، وهو قاعد وسط الوزراء دخل مدير التشريفات ماشي بخطوات مترددة، حط ورقة صغيرة قدام هواري بوميديان ومشي بهدوء. الرئيس مسك الورقة قراها في سكون وبعدها كمل الاجتماع كأن مفيش أي حاجة حصلت، لا اتغيرت ملامحه. بس قبل ما نكمل القصة حابب أطلب من العيلة بتاعتنا المكونة من 36,000 أخ وأخت إنهم يتفاعلوا مع الفيديو ده، لأن القناة خدت حاجة اسمها شادو فلاج، وده ببساطة علامة اليوتيوب بيعلم بيها القنوات لما تنزل محتوى يخص إخواتنا، وبالتالي الفيديوهات الجديدة ما بقتش توصل للناس أصلا. ونكمل القصة بتاعتنا. الناس اللي حواليه كانوا مستغربين الثبات ده لحد ما الاجتماع خلص، وساعتها واحد من الحاضرين همس وقال بصوت واطي القصاصة دي كانت بتبلغ الرئيس بوفاة والده. في الليلة دي هواري بوميديان كلم صديقه الوزير أحمد طالب الإبراهيمي، وصوته كان هادي ومليان وجع، وقال له أنا زمان كنت بتعب والدي في فترة المراهقة، بس كنت دايما عندي سلاح واحد أقدر أراضيه بيه، كنت أقعد أقرأ له قرآن وكان وشه بينور من السعادة، وكأن كل اللي بينا من خلاف راح في لحظة. وفي اليوم اللي بعده أوصى إن الجنازة تكون عائلية بس، من غير كاميرات ولا وفود رسمية ولا أي مظاهر، وبهدوء الكبار سافر لمدينة قالما علشان يدفن والده بنفسه. الراجل ده علم الناس إن الإنسان ما يتقاسش بقد إيه سلطته كبيرة، لكن بقد إيه عنده وفا وحنين وضمير جواه. هواري بوميديان كان قائد من القادة اللي ساعدوا مصر بشكل كبير في أكتوبر، رحم الله أبطال الأمة. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. سلام.